السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أشرح لكم فيديو مجمع بعض الريلزات اللي أنا نزلتها على القناة عندي. ده ريلز لأبو الهول المسروق اللي معروض في متحف اللوفر في باريس اهوت، عشان تشوفوه حاجات المسروقة. وده تماثيل الدرج الكبير في المتحف المصري الكبير، تماثيل كبيرة على الدرج كده، على الدرج العظيم في المتحف مصر الكبير، تبقى في دخلة الزوار. حبيت اقرب من التماثيل واصورها واقرب منها على اساس ان انتوا تشوفوها، لان حاجة جميلة جدا وبتبين عظمة المصريين القدماء في النحت وتقطيع الاحجار. زي ما انتم شايفين كده، تماثيل كبيرة وضخمة، حاجات كده ايه عظيمة جدا. ودي تمثال للملكة حتشبسوت، لانها كانت بتشبه بالرجال وهي بتقدم القرابين. اللي انا عارفه بقول عليه، واللي مش عارفه زي الباقيين. تمثال الملكة دي وهي بتقدم القرابين، كانت هي بتتشبه بالرجال، بتلبس لبس الرجال، لكن هو ده من تماثيل الملكة. في تمثال تاني في قلب المتحف جوه كبير، ده من ضمن التماثيل المسروقة خارج مصر، برضه جايبه عشان اعرضه لكم واوريكم. ودقة النحت اللي عليه نحت ممتاز جدا جدا، وعليه بحاول اقرب منه عشان تشوفوه وتشوفوا دقة النحت اللي عليه والكلام اللي عليه، تصميم والإضاءة. ده تمثال للملك خفرع من الجرانيت الأخضر، ده اللي كان في متحف التحرير، كان في المتحف المصري بالتحرير واتنقل هنا. ده كان مميز جدا في متحف التحرير، اتنقل في المتحف المصري الكبير ساعة ما جم يفتتحوه أول 11/20/25، مع حاجات كتير جدا اتنقلت هناك، تماثيل حاجات قوية وضخمة اتجمعت من جميع أنحاء مصر. وربنا يقدرنا نقدر نصور لكم أكبر كمية ممكنة منهم في المتحف المصري الكبير، لأنه ده فيه أكتر من 100,000 قطعة. فاستمتعوا وشاهدوا التحف المعروضة. ودي برضك تحف في المتحف المصري الكبير، فخامة، عظمة الملوك المصريين. دي ريلزات أنا بصورها وبنزلها وبحاول أجمعها تاني مع بعضها وأنزلها لكم. ده ماسك يقال جدة توت عنخ آمون، ويقال إيه أم توت عنخ آمون. ده الماسك بتاعها، كان من ضمن المقتنيات اللي في المنتجات في المقتنيات بتاعة توت عنخ آمون. ودي برضك أقنعة، دي حاجات موجودة في متحف التحرير برضو. وفي حاجة تانية زي التابوت دوت، حاجة جميلة جدا برضو، دي موجود في متحف التحرير برضو. حاجة كده، ده في المتحف المصري الكبير اللي هو تمثال ملك خفرع، ده اللي كلمتكم عليه من شوية. بس أنا كمان بحب التمثال دوت، صورته وعرضته مرتين، حتى في الريلزات بنزله مرة واتنين وتلاتة بكذا حاجة بقى، ساعات بالشرح بتاعه ساعات بموسيقى، لأنه تمثال فخم وقوي جدا وممتاز جدا 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 جدا. يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك، لأن الحاجات دي بتفرق معانا كتير جدا. وفرصة سعيدة، فرصة سعيدة جدا، وربنا يديم المودة بيننا وبين بعض. أعزائي المشاهدين، يا ريت تدعمونا بلايك وباشتراك، وربنا يقدرني واصور لكم فيديوهات تاني وانزل لكم بإذن الله على طول. ادعمونا، وبإذن الله سوف تجدون كل جديد. استمتعوا 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 في رعاية الله وأمنه.